السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد بعد غياب طويل. توحشتكم بزاف. كما كنعرفوا، عيد الأضحى إن شاء الله على الأبواب، وجيت باش نشارك معكم طريقة ديال التحضير ديال الدوارة والطريقة ديال التنظيف ديالها. كنظفها بواحد المكون واحد وكتخرج كتشعل شعيل، والطريقه باش طيبتها كتجي معلكه كما كتشوفوا، كتجي المرقه ديالها معلكه، كتجي غزاله يا سلام. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. هنا في طنجره كنكبوا الماء غاليين بزاف، غالي. وهنا كنحطوا فيه هذيك الدواره من بعد ما خويناها مزيان ونقيناها بطبيعه الحال حتى كنضفوها مزيان وكنحطوها في هذا الماء الطايب مع كاس ديال الحامض. كنخليوهم لمده 10 ديال الدقائق، غير حدنا كنحسوا بهذاك الماء بدا كيبرد صافي كنوضو نحيدوها. علاش كنخليوها غير 10 ديال الدقائق؟ غير باش ما تشمعش لينا. شوفوا هنا راه نقيتها فريمون مزيان، وعاد باش غادي ندير لها هاد المرحله هذه ديال الحامض والماء السخون. غادي نخليها 10 دقائق كما قلت لكم، ما نفوتهاش حيت كتبدا تجمع وكتكمش. 10 دقائق راها كافيه وصافي. وغادي ندوز باش غادي نقطرها ان شاء الله ونحكها شي شويه. هنا راني قطرتها، غسلتها وقطرتها، وكما كتشوفوا هنايا كنحكها غير شويه بشويه، طرف بطرف. ما كنبغيش نحيد ديك لابو حيت دغيا كتحيد. غير حدكم انكم تحكوها هكايا طريف بطريف وتعاودوا تغسلوها. وهنا غادي نديروها في المرحله الثانيه من التنظيف ديالها. كما كتعرفوا الحامض هو احسن معقم وكيحيد ديك الريحه ديال الدواره، ما كتبقاش نهائيا، اولا ريحه الزفوره ما كتبقاش نهائيا. انا درت مع ملعقه كبيره ديال الملحه، وغادي نحاول نفركهم بيدي ما بين يدي هذيك الدواره مع هذاك الحامض والملحه. نفركهم مزيان ونتاكد على انه قيسهم، نتاكد على ان الملحه والحامض قيسه الدواره كامله. صافي هنا ماذا بينا نخليوه اطول مده، واخا الله يجعلكم ما تخليوه حتى ليله كامله مزيان. انا خليته الصباح كامل صراحه، خليتها راقده. و واللي زرباني خليها غير ساعه ديال المكانه. المهم شحال ما قديتو عليه، شحال ما جلست، شحال ما مزيان. راكم كتعرفوا تبارك الله ديك الريحه ديال الدواره ما شاء الله مجهده. وكل ما عقمتوها وكل ما درتوا ليها الحامض هكا والملحه في مده طويله، كل ما كتخرج بنينه وزوينه وما كتكونش فيها حتى شي ريحه. هنا من بعد ما حيدتها من هذاك الملحه والحامض غسلتها مزيان وقطرتها. ودابا دزت باش نقطع لكم ونبين لكم، نوريكم الطريفات اللي قطعتهم انا. المهم تقريبا صغار، ماشي كبار وماشي صغار بزاف، المهم غادي للصغار شويه. والمرصويات كيبقاو على حساب كل واحد كيفاش بغى يقطعها. وانا كما شفتوا انا راه ما دايره شريه، دونك جات غير دواره بوحدها، وعندي جوج قليبات قطعتهم وطيبتهم معاها. انا جوج قليبات عندي غادي نقطعهم حتى هما طريفات وغادي نديرهم مع الدواره ديالي. احنا ما كتعجبناش الريه، هذاك الشيء علاش ما درتش معها الريه، اكتفينا غير بالقليب. كيجي زويون حتى هو مع الدواره، كيجي رائع. حيت فاش كنشويوه كيجي شي شويه قاصح في الماكله، اللهم مع الدواره كنفضلوه احسن. صافي كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنكملها كامله صافي. وكندوز للكوكوط ديالي ان شاء الله باش غادي ندوزو نحضروا الدواره. هنا في الكوكوط ديالي غادي نشد هذيك الدواره وغنكب عليها هذوك الطريفات ديال القلب، وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت البلديه اولا الروميه اولا مخلطه اللي عندكم توفر. غادي نزيد عليه هنايا بصيله صغيره مشلضه. كاين اللي ما كيستعملش البصله في الدواره، انا ما عرفتش كيفاش كيديروا، ما كيديروش فيها البصله، ولكن انا مستحيل ما نديرش فيها البصله. البصله كتعطي مذاق زوين ونكهه زوينه وكتغلب على اي رائحه كتكون في الماكله، كتغلب عليها وكتحيدها. سورتو الدواره، انا كنظن الدواره خصها ضروري البصله والثومه، حتى هي 4 ديال الريوسات ديال الثومه اللي حكيتهم وزدتهم على البصله. وهنا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي ندير التوابل ديالي.
هنا الملحه ما تكثروهاش، حيت واخا غسلنا الدواره ديالنا مزيان راه كتبقى شاده ديك الملحه. درت غير شويه ديال الملحه، تمن نص معلقه هكا. هنا عندي معلقه صغيره ديال البزار مع مرش، حنا كيعجبنا شويه الحار دونك درت شي شويه البزار زايد. عندي معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير. هنا غادي نستعملوا التوابل العاديه اللي موالفين كنستعملوه، زايد عليها غير الكمون. بالنسبه للطياب العادي زايد عليها غير الكمون. هنا معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم. هنا عندي 2 معالق ديال الكمون صغار، حقاش الدواره كتبغي الكمون. هنا التحميره غادي نديرو معلقه صغيره. انا تعكست لي ديك القريعه ولا بغات تكب. المهم راه غنكون هنا درت معلقه صغيره ديال التحميره. صافي هنا غادي نحركوا المكونات مزيان، وحنا راه شاعلين على البوطه بطبيعه الحال، وبوطه مهيله. نحركوا كلشي حتى ينسجم كلشي مع بعضياته، ونغطيوها ونخليوها تطلق ديك الماء ديالها على خاطرها، ما نزيدو حتى قطره ديال الماء. وفاش تطلق هذاك الماء ديالها خصنا نتسناو عاوتاني حتى تبدا تشربو، حتى تولي تقريبا معلكه. هذه راه مازال ما سدينا عليها ما حتى شي حاجه. هنا قلبتها، خصكم مره تبقاو تقلبوها. شفتوا الماء راه باقي باين، باقا ما ولات معلكه. كنزيدو هنايا 2 معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس، حتى هي كنخلطوها مع المقادير. صافي وكنخليو الدواره ديالنا كتشرب هذاك الماء حتى كتولي معلكه. ومره كنحركوها، لانكم الا غفلتوا عليها بحال والو تلصق، نشف وتلصق. مره طلعوا عليها وشوفوا حتى ديك التعليكه واش وصلت لديك الدرجه التعليكه ولا باقي. هنا اسمحوا لي رانا كنسجل وبنتي جات جات تلعب معايا وخلعتني. هنا كما كتشوفوا راه تعلكات مزيان ديك التبزيره وداك البصله والقزبر ومعدنوس مزيان. هنا كتشوفوا طيبت الماء مزيان حتى غلا، وكبيتو على هذيك الدواره. حدو غطى ليا الدواره، ما غطاهاش تماما، ما نكثروش الماء باش تجينا معلكه كما كتشوفوا غير هكايا. وصافي وغادي نسدو عليها. انا سديت عليها 20 دقيقه، فاش حليت عليها لقيتها طايبه، ولكن نتوما غادي تطلعوا عليها لقيتوها ما طايباش زيدوا ليها الطياب. انا 20 دقيقه الصراحه لقيتها كما كتشوفوا هكايا تعلكات مزيان. وما غنزيد عليها حتى نقطه ديال الماء، غادي نزيد عليها غير مطيشه كما غادي تشوفوا. هنا عندي 2 مطيشات صغيورين، زدت عليهم معلقه كبيره ديال مطيشه ديال كونسونطري. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نزيد في المرحله الثانيه. وصافي وغادي نخلي كلشي غادي ينسجم مع بعضياته. غادي نخلط كلشي ونخليه يطيب غير واحد 8 ديال هذيك 10 دقائق هكاك، لحقاش راه طايبه ليا الدواره كلشي طايب، على ما ديك مطيشه طيب مع ديك الدواره. ونطفي عليها. شوفوا تبارك الله التعليكه كتبان من هنايا. كيبان لي واحد طريفه مطيشه كاع ما تطحن مزيان، راني حيدته في الكواليس. كما كتشوفوا صافي هنايا صافي راها طابت كلشي طاب. شوفوا تبارك الله كيفاش المريقه كيفاش دايره، خاطر هي هذه المرقه ديال الدواره اللي كتعجبني انا بعدا. كنظن كلشي كتعجبو بهذه الطريقه هذه. صافي هنايا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نقدمها لكم في طبق التقديم اللي كيبقى على ذوق اي واحد. انا شديت زويتينات هكايا في الطبسيل وزوقتهم به وشويه ديال المعدنوس وقدمته بهذا الشكل هذا. وتنقول لكم صحتكم هاد الوصفه وراحتكم. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الطريقه هذه. ما عرفتش واش كديروها بحالي او لا، ولكن كاملين كنديروها زوينه. انا متاكده حنا وانتم وكاع المغربيه تبارك الله علينا. وصلت لنهايه الفيديو ان شاء الله. كنتمنى نلقاكم ان شاء الله في فيديو قادم. تكونوا دائما معايا ونتلاقاو ان شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد مره اخرى. الى اللقاء.